أكوابا تميمتنا، إنه تميمتنا ديديو دروجبا. Wow, what a galaxy of stars we have with us. Not forgetting all of the legends also. دعونا نتحدث عن كل الأساطير وفخورين بكم أيها اللاعبون. نستقبل الآن لكي نرى من هم الفرق المشاركة في كل مجموعة. مدير البطولات السيد سامسون أدمو من الكاف. في النهاية واللحظة الحاسمة هذه الساعة كانت رحلة رائعة تتميزت بلحظات صعود ونزول أكثر من اتحاد أكثر من 24 دولة، وبدأنا في عام 2022 انتهت في سبتمبر من العام الماضي بعدد 142 مباراة، وإذا في كل مباراة بواقع هدفين ونصف، وبالتالي أيضا مع أكثر 10 أهداف للجزائر بأكثر النقاط 16 نقطة. اليوم والليلة لدينا أحد أهم وأكثر الفرق المؤهلة في تاريخ إفريقيا لكرة القدم، ومن 24 فريق سيقاتلون من أجل الفوز والحصول على هذه البطولة. والآن وقبل إجراء القرعة دعونا نرى على هذا العرض من خلال الفيديو لإجراءات إجراء القرعة. مرحبا بكم جميعا. وكيف تشرف أيضا توتال إنرجي على سحب هذه القرعة؟ كما نرى هناك تم تقسيم 24 فريق إلى 4 مجموعات أو نقاط، تحديد كل فريق في كل مجموعة، وهذا يعتمد على تصنيف الفيفا في 24 سبتمبر مع أكثر 6 فرق في التصنيف الأول كوت ديفوار، ثم باقي الفرق مخصصة إلى 3 كاسات المتبقية. تستضيف كوت ديفوار بالتأكيد ستكون في الموقع الأول في المجموعة الأولى. قبل أن نبدأ عملية السحب سنبدأ أيضا من الكأس رقم 4. كل الفرق يتم اختيارها من كل كأس ويتم تعيينها من المجموعة من ألف إلى المجموعة أو مجموعة، وبالتالي المجموعة الرابعة من A4 إلى C4، ثم التصنيف الثالث من F3 إلى نهاية المجموعة. شكرا على متابعة هذا الإجراء، ودعونا نبدأ إجراءات القرعة الآن. والآن دعنا نبدأ القرعة. وطبقا لقواعد المسابقة فكوت ديفوار هي الدولة المستضيفة، ستكون في المجموعة الأولى وفي الموقع ألف 1 ألف في الكأس أمام ديدي، وبالتالي ثم كرة الخضراء، ثم ديدي سيقوم أيضا بمراجعة، ثم نتحرك بعد ذلك إلى باقي اللاعبين إلى ميكيل وأشرف حكيمي ثم ساديو ماني، وننتهي بديدي روجبا. الآن ديدي يشرفنا أن تبدأ الآن بسحب الفريق الأول كوت ديفوار. كوت ديفوار والدولة المستضيفة، ولديها أيضا حصلت على عام 1992 و2015 أيضا، وهي في المجموعة الأولى تريد تكرار اللقب الذي فازت به مرتين. وقبل أن نبدأ برجاء ننظر على الفيديو، وقبل أن نبدأ
التصنيف الثالث لدينا جنوب افريقيا، الرأس الاخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية وموريتانيا. اشرف، قم بتقليب الكرات ثم اختار الفريق الذي سيلعب في نفس المجموعة الأولى. كوت ديفوار غينيا الاستوائية. ظهر مرتين على التوالي، وهذا يظهر أيضا تقدم في كرة القدم في المجموعة ألف في التصنيف الثالث. أشرف، الفريق القادم. الرأس الأخضر ومع موزمبيق كان، والنجوم الزرقاء في عام 2013 وفي جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى ربع النهائي ويتطلعون لتحقيق نتائج أفضل في مشاركتهم أيضا في المجموعة الثانية في التصنيف الثالث. أشرف. غينيا وصلت نصف النهائي قبل ذلك، ويهدف إلى إحراز العديد من الأهداف، وسينضمون إلى غامبيا أيضا وفي المجموعة الثالثة في التصنيف الثالث. موريتانيا وأيضا نعود أيضا إلى عملية التأهل في كأس الأمم الأفريقية في عام 2019 في مصر، وسيتواجدون في المجموعة الرابعة مع منتخب أنغولا المنتخب التالي. جنوب افريقيا، بافانا فائزون بعام 1996 وغابوا لعدة سنوات، وسيكون في المجموعة إي المجموعة الخامسة. زامبيا وعودة إلى كرة القدم، ويشاركون أيضا فيلعبوا في استاد سان بيدرو مع تنزانيا. شكرا جزيلا أشرف. ساديو، هل أنت مستعد للكأس رقم 2؟ ولكن دعونا ننظر على هذه الفرق قبل إجراء القرعة. في الكأس رقم 2 نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية. ماني، الجميع ينتظرك ليرى الفرق التي شكرا على تقلبة الكرات. شكرا. شكرا. فلتبدأ الآن. نيجيريا. The Super Eagles, النسور، ولن تلعب ميكيل للأسف، ولكن نيجيريا تأهلت بنتائج رائعة، والآن ستلعب في المجموعة الأولى وفي استاد حسن وطارة في المجموعة الأولى، ومعها كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو. ساديو، قم أيضا بتقليب الكرات مرة أخرى. في مدينة يامو سوكرو المنتخب التالي.
Burkina Faso. بوركينا فاسو. Les Étalons on their 13th outing. و 2013 كانوا على وشك الوصول للنهائي، وكانوا في عام 2013 تتذكرون هذه المباراة، وسيسعون للفوز باللقب ويشاركون في المجموعة الرابعة. المنتخب القادم Mali. منتخب مالي. Les Aigles, the 1972 finalists. Mali is known في عام 1997 ولديهم منظومة رائعة، وسيلعبون أيضا في مدينة كوروغو أمام ناميبيا وساوث أفريقيا وجنوب أفريقيا. Congo RDC. الكونغو الديمقراطية بطل لمرتين وفازوا بالبطولة عام 1974، وكانوا لديهم أساطير في كرة القدم، وفي سيكونون في المجموعة يلعبوا في سان بيدرو في المجموعة السادسة. والآن إلى الرجل الكبير واللاعب الكبير، ستقوم بسحب أيضا، وأنت تمثل أيضا أهم وأثق فرق ثقيلة في كرة القدم في المجموعة، وسنرى من خلال الفيديو هذه الفرق. الفرق المتبقية الآن هي المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر. بعد مصر والمجموعة الثانية. الفراعنة فازوا باللقب 7 مرات وظهروا أكثر من 26 مرة، وفي عام 2000 حتى في أنغولا سيكونوا في المجموعة الثانية، ومعهم غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. والآن المنتخب القادم من المجموعة الثالثة. منتخب السنغال ساديو ماني. والأسود أبطال ولم تهزم في النهائي. ساديو ماني الفريق في حاجة إليك أمام الكاميرون، لديك تاريخ أمام الكاميرون وأيضا وأمام غينيا وغامبيا. من الجزائر. الجزائر وفازت باللقب مرتين وجاهزين للقتال. سيلعبون مع بوركينا فاسو موريتانيا وأنغولا. المجموعة الخامسة. تونس. وفازوا باللقب منذ 20 عاما، وهم أيضا و2004 سيلعبوا في مدينة كوروغو ومع ناميبيا وجنوب أفريقيا ومالي. الفريق أو المنتخب الأخير للمجموعة السادسة. المغرب. The Atlas Lions 1976 champions 1996 وتأهلوا ثم وصلوا بعد ذلك في قطر نصف النهائي. أشرف حكيمي أدى دور رائع، وأنا على يقين بأنك ستفعل المستحيل من أجل تحقق حلم المغرب، وستلعب في مدينة سان بيدرو وفي هذه المساء. دعونا ننظر الآن مرة أخرى على المجموعات الستة. في المجموعة الأولى
the stadium of Alassane Ouattara. ستلعب في استاد حسن وأطارا أبيجان. Côte d'Ivoire, لدينا كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. في جروب الثاني، المجموعة الثانية، Stade Félix Houphouët-Boigny in Abidjan. وستلعب في بوكي مصر وغانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. Group C, في المجموعة الثالثة we have Senegal, السنغال، كاميرون، غينيا and The Gambia. وغامبيا، Played in Bouaké, we have و Algeria, أيضا الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا، وسيلعبون في مدينة كورغو، تونس، مالوسا، جنوب أفريقيا، ناميبيا. والمجموعة الأخيرة في سان بيدرو، استاد سان بيدرو، المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. On my side, it's been a great honor to share the stage. شرف كبير جدا أن أشارك هؤلاء الأساطير، وأتمنى لكل الفرق التوفيق في هذه المسابقة. وأترك الآن إلى ضيفي أو ضيف هذه المسابقة. شكرا جزيلا لوجودي معكم. Ooh, this is going to be interesting. Thank you. Wow. شكرا جزيلا.